السلام عليكم. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيقلق بزاف ديال الناس في ظل الصراع اللي وقع ما بين اسرائيل امريكا وايران، وخصوصا من يتسد مضيق هرمز. شنو غيوقع لثمن المازوت في المغرب؟ اول حاجه خصنا نعرفوا ان مضيق هرمز هو واحد من اهم الممرات البحريه في العالم. تقريبا ثلث النفط اللي كيتباع في العالم كيدوز من تما. يعني الا تسد ولا وقعات فيه مشاكل عسكريه، السوق العالميه كامله كتوتر وثمن البترول كيطلع بسرعه. دابا السؤال، المغرب واش غيتاثر؟ الجواب هو نعم، وبشكل مباشر. المغرب ما كيصنعش البترول وكيستورد اغلب الحاجيات ديالو من الخارج، يعني اي ارتفاع في السوق العالميه غينعكس مباشره علينا. الا طلع ثمن البرميل عالميا، ثمن المازوت يطلع، ثمن البنزين غيطلع، النقل غيطلع، وحتى المعيشه كامله تقدر تغلى. وزيد عليها ان الشركات كتزيد حتى هامش الربح ديالها في السوق. مثلا الى وصل البرميل لارقام كبيره، ممكن نشوفوا المازوت في المغرب طالع بزاف مقارنه مع دابا. ولكن كاينه واحد الحاجه مهمه، دول كبيره كتخدم باش ما يتسدش هذا المضيق، حيت الا تسد غيضر الاقتصاد العالمي كاملا. يعني غالبا كيكون ضغط دولي كبير باش يبقى مفتوح. في الخلاصه، اي توتر عسكري في المنطقه كيأثر مباشره على جيوب المواطنين في العالم كامل، ومنهم المغرب. الا بغيتي تبقى متابع الاخبار الاقتصاديه والسياسيه بطريقه مبسطه، دير لايك، فولو القناه باش يوصلك كل جديد.